احنا معاكم دلوقتي في لايف جديد من محافظة الشرقية. احنا موجودين دلوقتي في بيت احد الاسر. البيت ده حصل فيه كارثة كبيرة، 4 من اسرة واحدة توفوا في حريق كبير بسبب انبوبة بوتاجاز. انبوبة بوتاجاز انهت حياة اسرة كاملة من الام والاب والطفلة والجد. ال4 توفوا في الحادث المروع ده. احنا موجودين دلوقتي في البيت زي ما احنا شايفين، هو ده البيت اللي حصل فيه الحريق. طبعا هم فاصلين عنه الكهرباء وفاصلين عنه كل نواحي فاصلين عنه الغاز وفاصلين عنه الكهرباء، كل حاجة مفصولة. احنا معانا دلوقتي برضو احد الاسر اللي كانت موجودة في الواقعة تحكي لنا التفاصيل. اعرفينا بنفسك؟ سماح حمدي. قولي لنا ايه اللي حصل بالظبط يا مدام سماح. كنا قاعده فوق في الصاله وانا قاعده انا واولادي، لقينا الانفجار طلع لفوق. طلعت اجري فوق. انت قاعده في نفس البيت اصلا؟ انا قاعده في نفس البيت. هم قاعدين هنا في الدور الارضي اللي احنا فيه دلوقتي اللي حصل فيه الحريق. هم ايجار برضك معانا في نفس البيت. تمام. انتوا البيت كله ايجار؟ البيت كله ايجار. تمام. ورحت طالعه نطه من على السطح والناس طلعوا خدوني. نزلت لقيت ال4 متفحمين وكل حاجه سايحه من عندهم، والانفجار حصل عندنا وفي الدور الثاني برضك في حاجه ساحت. الحريق ده سببه ايه؟ سببه بتاع ده انبوبه بوتاجاز. هي كانت بتعمل الاكل؟ ساعتها كانت بتعمل وبعد كده اتفجرت الانبوبه. طيب الشقه الوحيده بتاعتها اللي هي اللي حصل فيها تلفيات ولا الشقق الثانيه كمان؟ حصل فيهم تلفيات. هي اكتر واحده تلفيات كلها. هي كلها اتدمرت. انت كنت موجوده في وقت وقوع الحادثه؟ اللي فوق نص الشقه وانا نص الشقه فوق. لكن هي كله ضمرت. سمعتي صوت انفجار؟ انا سمعت صوت انفجار والبنت عماله تقول لي ولادي كانوا عايزين ينزلوا ياخدوها. تمام. رميهم على السلم ورحت طالعه نطيت من ارتفاع 3 متر. والناس هم كسروا الباب جم خدوني. يعني نطيتي علشان خاطر تنقذي بيتك واولادك؟ لكن ما عرفتيش تنزلي تحت من على السلم؟ كان الحريق مالي المكان؟ ربنا يصلح حاله. سيلفي هو اللي طفى الشقتين من فوق وطفى من فوق. اي حد ينزل على السلم. سيلفي كان معدي طفى الشقتين وطفى المدخل عشان المطافي تعرف حتى تخش. احنا شايفين الخسائر هنا كبيره، يعني كمان انتوا نظفتوا كمان. احنا شلنا كل حاجه. يعني الحيطان وقعت احنا شايفين اهو، وكنا معاكي في الدور الثالث والسقف يعني زي ما احنا شايفين. السقف واقع. السقف برضك واقع. زي ما احنا شايفين ده السقف وقع من الحريق، من شده الحريق. الحريق ده يعني انهى حياه اسره كامله من 4 اشخاص، الام والاب والجده والجد والطفله. طيب قولي لنا بقى، هم ماتوا في وقتها ال4؟ ال3 ماتوا في وقتها. البنت اللي حاولت تروح خدت امها في حضنها وقالت لها خلي بالك من بنت من ودعتها. قالت لها خدي بالك. ماتت الصبحيه. قالت لها خدي بالك من احمد اخويا وماتت. ماتت الصبحيه. ماتت الصبحيه. يعني هي الواقعة مأساوية جدا، ربنا يصبركم. واحنا دلوقتي احنا وهي كده يعتبر قاعدين في الشارع. كده احنا وهي يعتبر قاعدين في الشارع. يعني مفيش مكان ليكوا هنا غير كده. هي لا لها مكان ولا احنا لنا مكان. ولا في معاش ولا في اي نيله. تمام. والبيت ايجار اصلا، يعني ده مش ملككم. انا هنا بقالي 16 سنه ونص. والاساس بتاع البيت بتاع 30 سنه. والبيت الاساس كله راح خلاص. تمام. طيب احنا هنطلع نتكلم بس بره عشان ريحه الدخان يعني في المكان. نطلع بره. نطلع بره في الشارع. احنا عشان الاضاءه وعلشان نتكلم مع باقي الاسره. تعالي بره نتكلم معاكي. اطلع. لا عادي بس مش مشكله. احنا يعني دلوقتي موجودين مع الاسره نكمل معاهم كلام. طيب هات الخاله. عرفينا بنفسك. عرفينا بنفسك. أنا خالة هبة سعيد عبد القادر. علي صوتك شويه. أنا خالة هبة سعيد عبد القادر حسين اللي توفت في الحريق. قولي لنا ايه اللي حصل يعني. اللي حصل أنا كنت في بيتي، أنا يوميا معاهم هنا. مفيش غير الا اليوم ده علشان انا كنت بغسل للعيد ما جتش. ما جتش يوم الاثنين. تمام. انا كل يوم معاهم هنا موجوده. اليوم ده انا اتصلوا عليا بالتليفون الارضي قالوا لي الحاج سيلفك اتوفى. تمام. ما لحقتش اسمع التفاصيل منهم. قفلت التليفون وحضرتك جيت لقيت عربيه المطافي واقفه والحكومه واقفه والبيت هيئه دخانه طالعه منه وطلعوا الجثث ال3 جثث
سعيد عبد القادر حسين. جيتي وقت بقى والجثث طالعه. والجثث طالعه. سعيد عبد القادر سعيد حسين ده اللي هو جوز اختك. جوز اختي ويبقوا سيلفي. وبنته وهبه سعيد عبد القادر كانت ودوها مستشفى هي الحروق. هي حالتها كانت ايه؟ كانت حالتها 100% حروق. 100% احنا عرفنا ان هي طلعت ودعت مامتها طلعت ولولا واحد من هنا من الكفر هو اللي لف نفسه ببطانيه دخل جابها من قلب النار. وطلعها صاحيه وحضنت والدتها امها وهي قاعده على طل الكوار الناحيه الثانيه وتقول لها خلي بالك من اخواتي محمد واحمد. ايوه خلي بالك منهم يا امي. كانت متعلقه بيهم. وحضنيني قوي يا اما عشان دي الحضن الاخير. مش هتحضنيني تاني. جيت لقيتهم طالعين سيلفي وجوز بنته هبه ومليكه الصغيره بنت هبه. مليكه دي عندها كام سنه؟ مليكه دي 10 شهور. عندها 10 شهور. 18 الجاي تمام السنه ليها. الدنيا لما فرقعت الانبوبه لما فرقعت ما حدش انقذهم، ما حدش عرف يدخل ينقذهم. محدش قدر يخش على النار. كانت نار الله اكبر يا رب ما حدش شافها. ايوه كانت النار عندنا فظيعه لدرجه ما حدش قدر عليها. بس دول يا ابو احنا بنقول دول اجالهم منتهى. والفراق صعب صعب بجد. الفراق صعب. بيتنا اتدمر وحياتنا اتدمرت. احنا من يومها مش عارفين ولا نقعد ولا نعيش من غيرهم. لان احنا بنيجي ونقعد نبص على الطريق اللي هبه كانت بتجيب بنتها وزقه بنتها بالعربيه وجايه مع الطريق ده لينا يوميا كانت تجي لنا. كنا نبعت ابني اقول له هروح نادي اختك نتصل على التليفون تعالي يا هبه. كانت يوميا تيجي تخدم امها لان امها في رجليها جلطتين وكانت في شهر 8 اللي فات كانت محجوزه في مستشفى الاحرار وكانت عندها جلطه في الدماغ. كانت بتخدم والدتها. كانت هي اللي بتقوم بخدمه والدتها. كانت هي وجوزها الله يرحمه كانت بتخدم والدتها. البيت ده ايجار. البيت ده ايجار قديم. مفيش ليهم حاجه. ما لهمش اي حاجه. مفيش معاش مفيش حاجه ليهم. لا ما كانش ما لهمش. عندهم حد غير مليكه ولا هي البنت الوحيده؟ هي البنت الوحيده. هي لسه متجوزه. ده هي هبه عندها 22 سنه وجوزها عنده 23 سنه. لكن البيت ده ما فيش دلوقتي يعني اللي موجودين فيه خلاص بقوا في الشارع مش في ولا في اساس ولا في حاجه. البيت كله اتحرق. ما عادش ليهم حاجه خالص قاعدين في الشارع. ربنا ما لهمش حاجه وما عادش عندهم اي حاجه حتى اي حاجه اوراقهم اتحرقت وبيتهم كله اتحرقت فحم. ربنا يصبركم يا رب. حتى كان في الصوره. الجثث طالعه متفحم. فين الصوره الصور فين؟ في الكيسه بتاعتي يا سيد يوسف. يا دكتور ماشي. احنا معانا الدكتور احمد اللي هيكلمنا عن الواقعه بالظبط. هو احد الشهود اللي شاف الواقعه بالتفصيل وهيحكي لنا ملابساتها ايه وسببها ايه. اتفضل يا فندم. الواقعه اللي حصلت الصوت عشان العربيات. الواقعه اللي تم فيها ان كان في حريق شديد طالع من بيت الشيخ عاطف. الشيخ عاطف نشهد له بالاخلاق والسيره الطيبه. تمام. طبعا كان الحريق شديد جدا. الاهالي تكاتفوا وحاولوا يطفوا الحريق. الحريق تقريبا كان من الساعه 7 7:05. كان الصبح؟ كان لا مساء. كان المساء 7 7:05. تمام. عبال ما المطافي جت والاسعاف جه كانت بقت حوالي 8 الا ربع. تمام. الحدود ديت. احنا عارفين اللي اخرهم حتى السوق اللي موجود هنا. السوق كان عائق كبير جدا 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 لوصول المطافي. طبعا كان ممكن بسهوله ويسر يتم انقاذ الناس ديت. تمام. كان ممكن يكون الناس دي بينا بفضل الله. كان في حرب ما بين دخول الاسعاف والمطافي وما بين البائعه الجائلين. طبعا البائعه الجائلين كانوا مفترشين الطريق يمين وشمال ومنتصف الطريق. الموضوع كان صعب جدا جدا ان هم يوصلوا للمكان هنا عشان ينقذوا الناس. الاهالي تكاتفوا. كان ممكن يكون بدل ما هم اسره واربع افراد كان ممكن يكونوا 8 لان الناس اللي فوق يعني الاهالي هي البطل في الموضوع اللي طلعت الناس من الحريق جوه. انقذت 4 تانيين في الدور الثالث. انقذتهم وخلتهم شالوهم ونططوهم من سطح لسطح ونزلوهم. تمام. والاهالي اللي انقذوا المدام هبه وطلعوها ما بين الحياه والموت. الاهالي اللي طلعوا الجثث المتفحمه بصراحه الاسعاف والمطافي جم متاخرين جدا جدا واحنا بنعذرهم بسبب السوق. تمام. واحنا بنتمنى من السوق هنا اكبر عائق فعلا يعني. عائق كبير شل حركه الناس لدرجه ان الباعه كانوا بيتشاجروا مع الناس اللي بينقذوا الحاج عاطف واسرته.
كانوا بيتشاجروا مع الناس. ليه؟ لان الناس وهي بتجري عشان تنجز الحاج عاطف واسرته كانوا بيدوسوا على حاجه الباعه. تمام. بالاضافه ان احنا هنا في مدرسه تعليم اساسي جنبنا، في مدرسه ثانويه جنبنا تجاريه، فده السوق ده جريمه كبيره في حق الناس دي كلها. لو حصل لا قدر الله حاجه جنب المدرسه دي برضه، هل هنكرر نفس المأساة دي تاني؟ المأساة دي هتتكرر بنفس السيناريو ده تاني؟ هنستنى اما الباعة يتخانقوا مع الناس عشان رايحين ينقذوا، عشان هم خايفين على حياتهم ومش مهم حتى البشر؟ اهالي المنطقه كلهم استغاثوا اكتر من مره بالسيد الوزير المحافظ عشان موضوع السوق ده. كان ممكن الناس دي فعلا يكونوا بينا، كان ممكن الناس دي يكونوا عايشين وبيعيدوا بينا. المطافي كانت في حرب بمعنى حرب مع البيع عشان توصل للمكان هنا. الناس اللي في الدور الثالث اتكتب لهم عمر جديد بفضل الله. الناس اللي هنا في الدور الثالث دول اتكتب لهم عمر جديد. لكن اللي توفوا الاسره اللي مكونه من الام والبنت وجوزها وابوها توفوا احترقوا، وما قدرش حد بصراحه ما اسعفهمش الاسعاف ولا قدر يسعفهم المطافي لانهم جم متاخرين جدا بسبب السوق. ايوه بس طلعت هبه، ولكن هبه بوجود الاهالي طلعت بمعجزه ربانيه، ولكن ماتت في نفس اليوم. الله يرحمه. الثلاثه اللي باعوا للحاج عاطف وحفيدته وجوز بنته تفحموا. تمام، الله يرحمه. ماشي. ولكن الاهالي بصراحه هم اللي كان لهم دور البطوله، ولكن كان عائق كبير طبعا اللي احنا عارفينه السبب. والناس اللي في الدور الاخير ربنا نجاهم. كان البيت بتاعهم ايجار، مفيش ليهم اي مأوى غير المكان ده. الاسره مفيش ليهم اي مأوى خالص، الناس عايشين في غرفه واحده. الناس دي بتعاني. الحاج عاطف ده يعتبر من ابطال 73، ابنه يعتبر من ابطال الجمهوريه في البوكس، ما كانش له نصيب انه يكمل بسبب الحاله الماديه للاسره. تمام. احنا بنناشد الساده المسؤولين والسيد المحافظ ان لو في اي حاجه للاسره تكلفا او سيادته يبعت مندوب عنه يبص على البيت ويبص على ان هم عايشين اسره كامله عايشه في اوضه واحده، مفيش اي منفذ ليها. فلو في اي الاسره دي مكونه من الزوج والزوجه والابن والام والاب. تمام. تمام. والست والده محمد وزوجة الشيخ عاطف هي عندها يعني مريضه وعندها جلطات في رجليها، بتعاني من امراض كتيره جدا. يعني بتعاني من امراض كتيره جدا، وهي العائل للاسره دلوقتي بعد وفاه الشيخ عاطف. والشيخ عاطف يعني ربنا سبحانه وتعالى كان راجل كفيف. ايوه. كان جات له اصابه في حرب 73 وكان عايش راجل كفيف، لكنه كان بصير باخلاقه الطيبه طبعا هو كان كل الناس بيحبوه كده. كان محبوب جدا 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 بصراحه. شكرا يا فندم. ممكن تعرضوا لنا الصور؟ نعرض صور. ده المتوفي الشيخ سعيد عبد العزيز. الشيخ سعيد. وده هبه بنت. قربي كده، قرب للصور. نجيب الصور ما تيجوا في الضل. ماشي. قولي لنا طلباتكم ايه؟ طلباتنا بدل ما يدانهم مرميين في الشارع المحافظ يجي ويعمل لهم حتى ولو شقه اوضه يلتموا فيها. هما الكل في اوضه واحده وفي غرفه واحده. لان ما لهمش دخل، ما لهمش يعني عيل لسه في سنه ثانيه اعدادي، في اولى اعدادي، والتاني لسه ما كملش تعليمه. في مداخله ثانيه مع احمد ده برضو كان معانا وهو بينقذ فين احنا لنا طلبات ان احنا لينا شقه ينعمل لهم معاش يصرفوا منه ان شاء الله. طب تعالي انا برضك ناخد. طب تعالي. ماشي. فين احمد هو الاستاذ احمد اهو. استاذ احمد، حضرتك اللي انقذت البنت هبه؟ قولي لنا بقى انقذتها ازاي؟ طبعا انا طالع من محل، انا صاحب مطعم الغول، طالع من محل لقيت النار. طبعا قوه النار كانت جوه قعدت بتاع 5 دقايق 7، احنا ما كناش متوقعين اصلا ان حد يطلع. ايوه. ففجاه لقينا هبه طالعه، كان في بطانيه دخلنا سطرناها من جوه وطلعناها بره هنا. خدوها قعدت جنب والدتها وهي ربنا يرحمها طبعا، يعني هي وجوزها وبنتها ووالدها ربنا يرحمهم. كان منظر اصلا ربنا الله يرحمهم. الله يرحمهم.
يعني زي ما احنا سمعنا الواقعة المأساوية اللي شهدتها. هات بقاء والدوام لله يا حاجة، ربنا يصبرك في الجنة ونعيمها ان شاء الله. يعني هبة لو حاسة بيكي دلوقتي هتقولي لها ايه؟ ايوه ما انا هقول لها وحشت امي كده بتاعي، تعالي لها بجد وحشتيني. طيب ربنا يصبرك ان شاء الله يا في الجنه ونعيمها، وربنا كبير باذن الله. زي ما احنا كنا معاكم دلوقتي، نقلنا ليكم مأساة تعرضت ليها أسرة. الأسرة دي مكونة من عدة أفراد، 4 توفوا منها قاعدين في بيت إيجار. البيت ده دلوقتي بقى متهالك جدا، كل الأساس اللي فيه باظ واتدمر. ال3 شقق أكلهم النار. كل اللي هم عايزينه يعني أولا يعني ربنا يعينهم ويصبرهم. بيطالبوا التضامن بسرعة التحرك ويعني وتوفير لهم مكان آمن، لأن يعني هم يعني ناس يعني على قدهم. بيطالبوا الأستاذ عبد الحميد الطحاوي إن هو محافظ الشرقية دكتور ممدوح غراب بسرعة التحرك وتوفير لهم مكان آمن، لأن البيت دلوقتي بقى متهالك ومفيش ليهم أي مكان أو مأوى. شكرا على حسن المتابعة.